عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه مع يسرى. اليوم ان شاء الله غنحضروا بريوات بطريقه سهله وحشوه لذيذه، والمكونات كالعاده بسيطه ونتمنى تكون متواجده في كل منزل. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه تحضير هاد البريوات. غنحتاجوا 250 غرام من جبن بلدي. الا ما كانش متوفر عندكم الجبن البلدي يمكن لكم تستعملوا اي جبن، ولكن يكون مصفى من الماء مزيان، بالاضافه الى قطعتين من الفرماج مثلثين او لا مربع حسب الرغبه. واذا بغيتوا تحضروا الجبن المنزلي يمكن لي ننزل الطريقه ديالو، سهل جدا في التحضير وكذلك سريع. علبه من طون زيت كنصفيوه مزيان مع القليل من الزعتر والقليل من الفرماج محكوك مع القزبر والمعدنوس. غنحتاجو هنايا ورقه البسطيله اللي سبق لي وحضرتها في فيديو من قبل، يمكن لكم تشاهدوها في هذا الرابط اللي غيطلع لكم الان في الفيديو. بالنسبه للورقه انا عندي صغيره، قسمتها في النصف. غنخلطوا جميع العناصر مع بعضها. عندي 250 غرام ديال الجبن وقطعتين من الفرماج والزعتر وعلبة من الطون، ونضيفوا عليهم القزبر والمعدنوس والفرماج. نخلط جميع العناصر جيدا. وانا نسيت ما ذكرتش لكم اننا غنحتاجوا بيضه، ضروري غنحتاجوا البيضه باش نجمعوا الخليط. غنخلطوا جميع المكونات بهذا الشكل، والان غنبداو نعمروا الورقه. اذا كانت عندكم كبيره قسموها على 3، انا كانت عندي غير صغيره حيت حضرتها في مقله صغيره متوسطه يعني. كندهنوا الورقه بالزيت او لا زبده دائبه، انا من الاحسن كنفضل انني ندهنها بالزيت. وغنطويو البريوات بهذا الشكل باش نشكلوا مثلثات كنلفوها من اليمين الى اليسار. انا دابا غير كنجمعهم، يعني كنوضع فيهم الخليط من بعد غنسدوهم. الآن أنا حضرت خليط ما بين الدقيق الأبيض، ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض والقليل من الماء. غنحصلوا على واحد الخليط اللي ثقيل، وهذا هو اللي غنسدو به البريوات بهذا الشكل. هاد البريوات يمكن لينا نحتفظوا بهم في المجمد. كنوضعوهم في واحد الصينيه او لا طبق بهذا الشكل، كنحطوهم متباعدين، كندخلوهم للمجمد لمده ديال 4 سوايع، من بعد كنخرجوهم ونوضعوهم في علب يعني جامدين باش ما يتلصقوش مع بعضهم، باش ملي نجبدوهم يكونوا واجدين. وملي كتجبدوهم من المجمد مباشره، يعني ما كتخليهمش مده، مباشره من المجمد الى الطهي. طريقه الطهي كتبقى اختياريه، يا اما كتقليوهم في الزيت او لا كتدخلوهم الفرن. انا دائما كنفضل انني ندخل البريوات للفرن، كندهنوهم بالزيت بهذا الشكل، وكذلك الصنين اللي غنوضعوهم فيه غيكون مدهون بالزيت. غندخلهم الفرن على درجه حراره 180 غير كي ياخذوا اللون الذهبي فقط، ونخرجوه. الشكل النهائي ديال البريوات هو هذا، كيف كتشوفوا معايا اللون مختلف تماما عن البريوات مقليين، ولكن في الفرن كيجيو رائعين. انا كنصحكم انكم توضعوهم في الفرن، وما ما كيتحلوش في الفرن كيف كتشوفوا، وما كيكونوش مزيتين، فقط دهناهم بالقليل من الزيت باش ياخذوا اللون الذهبي، وكذلك ما يلصقوناش في الصينيه.
نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. خليو لي الرأي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الجيم والاشتراك في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات مع يسرى. الى عندكم اي اقتراحات لشهر رمضان المبارك ما عليكم غير تخليوها ليا كذلك. شكرا لكم على المشاهدة والوفاء ديالكم. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلامة.